ما اسم الشخصية الرئيسية في مسلسل حب بلا حدود والتي تتميز بقلبها الدافئ وحبها غير المشروط؟ زينب، خليل إبراهيم، علي كمال، خليل إبراهيم. في أي مدينة تدور أحداث مسلسل حب بلا حدود؟ اسطنبول، أنقرة، أضنة؟ اسطنبول. ما السر الذي يهدد علاقة خليل إبراهيم في المسلسل؟ صراع عائلي قديم، خيانة صديق، مشاكل مالية؟ صراع عائلي قديم. من هو الشخص الذي يضع أنا فوق كل شيء في المسلسل؟ خليل إبراهيم، خصم خليل، والد زينب، خصم خليل. ما المهنة التي يعمل بها خليل إبراهيم في المسلسل؟ طبيب، رجل أعمال، مهندس؟ رجل أعمال. من هي البطلة النسائية في المسلسل؟ زينب، ليلى، نور؟ زينب. ما اسم المخرج الذي قام بإخراج مسلسل حب بلا حدود؟ أحمد كايا، عمر فاروق، محمد أكسو؟ أحمد كايا. كيف التقى خليل إبراهيم بزينب لأول مرة؟ في الجامعة؟ في المستشفى؟ في السوق؟ في السوق. ما الشيء الذي يميز شخصية زينب في المسلسل؟ الذكاء، الطيبة، الشجاعة؟ الطيبة. من هو صديق خليل المقرب في المسلسل؟ علي، كمال، يوسف؟ يوسف. ما اسم العائلة المنافسة لعائلة خليل إبراهيم؟ عائلة يلماز، عائلة شاهين، عائلة كايا؟ عائلة يلماز. ما الحلم الذي يسعى خليل لتحقيقه طوال المسلسل؟ الزواج من زينب، الانتقام لعائلته، الانتقام لعائلته. كيف تتطور علاقة خليل وزينب في المسلسل؟ ببطء، بسرعة، بشكل مفاجئ؟ ببطء. ما الحدث الذي يغير مجرى القصة في منتصف المسلسل؟ وفاة شخصية رئيسية، سفر مفاجئ، حادث سيارة؟ وفاة شخصية رئيسية. ما اسم والدة خليل في المسلسل؟ فاطمة، مريم، ليلى؟ مريم. من هو الشرير الرئيسي في المسلسل؟ علي كمال، كنان، سامي؟ كنان. ما اللون المفضل لزينب في المسلسل؟ الأحمر، الأزرق، الأبيض؟ الأزرق. أين يعيش خليل إبراهيم في بداية المسلسل؟ منزل العائلة، شقة صغيرة، فندق؟ شقة صغيرة. ما هو العمل الذي تديره عائلة زينب؟ متجر ملابس، مطعم، مكتبة؟ مطعم. كيف ينتهي المسلسل؟ نهاية سعيدة؟
نهاية حزينة مفتوحة. نهاية سعيدة.